هدى سلطان كانت واحدة من النجمات اللي ملهمش زي. سابت بصمة كبيرة في الفن المصري من أول ما ظهرت على الشاشة وهي بتلمع يوم بعد يوم لحد ما بقت من نجمات الصف الأول. كتير ما يعرفوش إن هدى سلطان هي الأخت الشقيقة لمحمد فوزي، لكنه في البداية ما كانش راضي خالص إنها تدخل المجال الفني. كان شايف إنها شغلانة صعبة ومليانة مشاكل، كان خايف عليها. لكن هدى أصرت وموهبتها فرضت نفسها، قدرت تثبت إنها فنانة جامدة، بتمثل وتغني بجدارة بصوتها الدافي وأسلوبها العفوي. قدمت هدى أغاني لسه الناس بترددها لحد دلوقتي، كمان أعمال درامية مميزة خلت الجمهور يحبها ويصدقها في كل دور. بس حياتها الشخصية كانت مليانة تقلبات، خصوصا بعد جوازها من الفنان فريد شوقي اللي عاشوا سوا سنين طويلة، خلفوا بنتهم منى وناهد. وفي سنة 1969 حصل الطلاق بين هدى وفريد، وده كانت صدمة كبيرة، خصوصا لما عرف انها اتجوزت المخرج حسن عبد السلام بعد قضاء عدة الطلاق اللي هي 3 شهور مباشرة. وبحسب مذكرات فريد شوقي انه حاول يرجع العلاقة بينهم، بعت لها حوالي 13 جواب وهي في تركيا، لكن لما رجعت ما كانش في اي ترحيب، بالعكس استقبلته ببرود. ساب البيت وقعد في فندق. وكمان الأزمة كبرت بينهم لما جه عريس لبنته منى، وفي نفس الوقت جه عريس لناهد، لكن هدى رفضت، قالت إن الجواز يتم في يوم واحد، وده خلى فريد يحس إنها بتميز ما بينهم. بعدها اتفاجئ بطلب الطلاق، ومش بس كده، دي خدت كل حاجتها ومشيت من غير ما تديه فرصة حتى يتكلم ويدافع عن نفسه، بل سابته لوحده وسافرت. رغم كل ده فضلت هدى سلطان فنانة لها قيمة ومكانة كبيرة عند الناس، فضلت حاضرة بأعمالها المتميزة وصوتها اللي ما بيتكررش.